لو كل مرة بتفتحي بنترست أو انستجرام وتقولي هو ليه بيتي مش كده، استني، يمكن المشكلة مش في بيتك أصلا. يمكن المشكلة في الصورة اللي انتي بتقارني بيتك بيها. صورة بيت مثالي، ألوان متناسقة، وكنبة كأن محدش قعد عليها من 2017، ترابيزة عليها فازة واحدة ومفيش عليها ريموت ولا شاحن ولا كوباية شاي. وبعدين تبصي لبيتك الحقيقي، ريموت على الكنبة، شاحن، كوباية على الترابيزة، وشنطة حد رميها في مكان غريب جدا، فتقول أنا محتاجة أغير البيت كله. لكن الحقيقة إنك مش محتاجة بيت أغلى، انت محتاجة تبصي لبيتك بطريقة مختلفة. وفي الفيديو ده هقولك ليه صور البيوت اللي بنشوفها بتخلينا نحس إن بيوتنا ناقصة، وازاي تخلي بيتك شكله أهدى وأجمل من غير ما تدفعي مبالغ ولا تعيشي في بيت متحف. وخليكي للآخر، لأن آخر نقطة هي اللي هتخليكي تبصي لبيتك بشكل مختلف تماما. أول نقطة، ليه بيت بنترست عمره ما هيبان زي بيتك الحقيقي؟ وأول حاجة لازم نفهمها إننا بنقارن حياتنا بصورة، الصورة اللي انتي شايفاها غالبا متصورة مخصوص، الإضاءة محسوبة، الألوان محسوبة، والكاميرا في زاوية معينة. مفيش أطفال داخلين خارجين، مفيش حد حط المفاتيح على الترابيزة، ومفيش واحدة بتقول مين خد الشاحن بتاعي. لكن بيتك الحقيقي معمول عشان يتعاش فيه، عشان تاكلي، تنامي، تشتغلي، تستقبلي أهلك، وتعيشي أيام حلوة وأيام مش حلوة. فطبيعي جدا إنه مش هيبقى طول الوقت شكله زي صورة مجلة. البيت الجميل مش البيت اللي مفهوش حياة، البيت الجميل هو البيت اللي الحياة فيه متظبطة. وتاني نقطة معانا فخ الألوان الكتير، وهنا بقى نخش في موضوع عنوان الفيديو. احنا بنشوف بيت مليان ألوان جميلة جدا ونقول أنا كمان هجيب أصفر مع أخضر مع وردي مع أزرق، وبعد أسبوع نلاقي نفسنا عايشين جوا علبة ألوان. الجمال مش إن كل لون يعجبك يدخل البيت، الجمال في إنه يكون فيه انسجام. اختاري لون أساسي هادي، ولون أو لونين إضافيين يظهروا في التفاصيل، مخدة، لوحة، فازة، ستارة، نبات. ومش لازم تغيري الكنبة عشان تحسي إن البيت اتغير، أحيانا تفاصيل صغيرة متناسقة تعمل فرق أكبر من قطعة غالية. وتالت نقطة، ليه البيت المرتب ممكن يبقى أجمل من البيت الغالي؟ دي نقطة مهمة جدا. ممكن تدخلي بيت أساسه عادي جدا لكن تحسي براحة، وممكن تدخلي بيت فيه أساس غالي جدا وتحسي فيه إن حاجة غلط. والسبب الترتيب، لما كل حاجة لها مكان عينك بتستريح. لكن لو عندك أجمل ديكور في العالم وكل سطح عليه حاجات، المكان هيبان زحمة. فبدل ما تسألي أجيب ايه جديد، اسألي ايه اللي ممكن أشيله، وده سؤال أقوى بكتير. رابع سر اللي بيخلي الصور شكلها غالي، المساحات الفاضية. لاحظي الصور اللي بتحبيها، هتلاقي مش كل سنتيمتر مستخدم، في مساحة فاضية على الترابيزة، مساحة حوالين الكنبة، رف عليه كام قطعة بس، وده بيدي العين فرصة ترتاح. احنا احيانا بنعمل العكس، رف نحط عليه كل حاجة، وترابيزة نحط عليها كل حاجة، الكومود نحط عليه كل حاجة برضو، وبعدين نقول ليه بيتي مش شيك. وده لان البيت مش محتاج يتملي عشان يبقى جميل، احيانا الفراغ نفسه جزء من الديكور يا بنات. خامس نقطة، ليه الإضاءة بتغير شكل البيت أكتر من الديكور؟ ممكن يكون عندك بيت بسيط جدا لكن الإضاءة حلوة فتلاقيه دافي ومريح، وممكن نفس البيت يتصور بإضاءة سيئة فتقولي ايه الكآبة دي. حاولي تستفيدي من ضوء الشمس، افتحي الستاير في النهار، نضفي الشبابيك، واستخدمي إضاءة دافئة في الأماكن اللي بتحبي تقعدي فيها بالليل. ومش لازم تشتري نجفة بمبلغ ضخم، أحيانا تغيير طريقة الإضاءة يخلي نفس المكان شكله مختلف تماما. النقطة السادسة، طب ازاي نخلي البيت مصري ومش نسخة من بنترست؟ ودي نقطة بحبها جدا. انت مش محتاجة تعملي بيت أجنبي عشان يبقى شيك، خلي بيتك فيه شخصيتك، كتاب بتحبيه، صورة عائلية، نبات، أو قطعة تراثية، فنجان بتحبيه، تفصيلة من بلدك. البيوت اللي بنشوفها على بنترست جميلة لكن مش لازم تكون بيتك. عايزاكوا يا بنات تاخدوا منها الفكرة بس مش الهوية.
يعني شوفي طريقة تنسيق الألوان وخديها، شوفي طريقة ترتيب الطاولة وخديها برضو، لكن ما تحاوليش تنقلي البيت بالكامل. بيتك المفروض يحكي عنك انتي، مش عن مصمم الديكور اللي على بنترست. سابع حاجة، ليه بعض التفاصيل الصغيرة بتخلي البيت يبان أغلى؟ في تفاصيل بسيطة كده يا بنات جدا بتفرق. المخدات تكون مرتبة، الستارة تكون نضيفة ومظبوطة، الأسلاك مستخبية، الأسطح مش مليانة حاجات، المفروشات المتناسقة والنباتات متوزعة بشكل بسيط في البيت، والأهم الحاجات اللي بتستخدميها يوميا يكون لها مكان. يعني بدل ما كل يوم تشيل الشاحن من الأرض اعملي له مكان، وبدل ما المفاتيح متوه اعملي طبق صغير أو علقة، وبدل ما الريموتات تختفي حطيهم في مكان واحد. عايزة أقولكم يا بنات إن الجمال الحقيقي ساعات بيبدأ من حل الفوضى الصغيرة دي. تامن حاجة، ما تشتريش حاجة جديدة قبل ما تعملي الاختبار ده. قبل ما تدفعي جنيه واحد اعملي اختبار 10 دقايق، اختاري ركن واحد وشيلي منه أي حاجة مش بتستخدميها، مكسورة، مش مناسبة للمكان، بتعمل زحمة وملهاش مكان ثابت، وبعدين رتبي الباقي وبعدي. ارجعي بعد شوية وشوفي الركن، ممكن تتفاجئي انك كنتي فاكرة انك محتاجة ديكور جديد وانتي كنتي محتاجة بس تشوفي الموجود عندك. تاسع حاجة، الحقيقة اللي لازم تبطلي تقارني نفسك بيها. في حاجة أخطر من مقارنة بيتك ببيت تاني، وهي انك تبدأي تقارني قيمتك بشكل بيتك. لو بيتك صغير مش معناه انك أقل، لو أساسك قديم مش معناه انك فاشلة، لو مش قادرة تعملي التجديد اللي نفسك فيه ده مش معناه ان حياتك واقفة. البيت مجرد جزء من حياتك مش مقياس نجاحك، ومش مطلوب منك كل موسم تغيري ديكور البيت عشان تثبتي ان حياتك بتتقدم. ممكن حياتك تتغير جدا من غير ما الكنبة تتغير. 10 نقطة، السر الحقيقي ورا البيت الجميل. وصلنا لآخر نقطة، واللي من البداية قلتلك انها اهم واحدة. روح البيت ممكن يكون بيت بسيط جدا، لكن تدخلي تحسي براحة. ليه؟ لان في نظام، نظافة، ريحة حلوة، اصوات ناس بتحبيهم، تفاصيل تشبه اصحاب البيت. مش لازم يبقى مثالي، لكن في احساس، وده بقى اللي الصورة مش بتقدر تنقله. فبدل ما تدخلي بيت وتدوري على العيوب، بصي على الحاجات الحلوة اللي فيه، وبعدين اختاري ركن واحد فقط وابدأي تغيريه. مش البيت كله، مش ميزانية ضخمة، مش مشروع شهر كامل. ركن واحد رتبيه، خففيه، ضيفي لمسة منك وشوفي الفرق. في المرة الجاية لما تفتحي بنترست وتشوفي بيت تحفة، ما تقوليش ليه بيتي مش شبهه، قولي ايه الفكرة اللي عجبتني فيه واقدر اطبقها بطريقتي. لانك مش محتاجة تعيشي في صورة، انت محتاجة تعيشي في بيت يشبه حياتك انت. ولو الفيديو ده خلاكي تبصي لبيتك بطريقة مختلفة اكتبي لي في التعليقات. بيتي مش ناقص، انا بس هرتبه بطريقتي. وقولي لي بصدق، ايه اكتر حاجة بتخليكي تقارني بيتك ببيوت السوشيال ميديا؟ الديكور، الالوان، الترتيب، ولا الاحساس ان كل حاجة عندهم مثالية؟ وما تنسيش الاشتراك، لاننا هنا مش بنبني بيت مثالي، احنا بنبني حياة اهدى وبيت اريح وحياة تشبهنا احنا. سلام.